أسطوري تاريخي، بوشكاش بوشكاش بوشكاش. فعلا يا جماعة المغرب سيطرت على الكرة العربية خلاص. المغرب هي اسم الجودة في الكرة العربية، يمين شمال عرب، كاس عالم المغرب. واللي عايز يسأل يبص على تجربة المغرب ويبص على مرحبا بكم إخواني أخواتي. التقدم والتطور اللي عرفته الكرة المغربية في السنوات الأخيرة على مستوى المنتخبات الوطنية خلات أعداء النجاح ديالنا كيقولوا بأن المنتخبات الوطنية كيلعبوا فيها لاعبين مزدوجي الجنسية اللي هما أصلا كيكونوا يعني متكونين في دول أوروبية، والنجاح ديالهم حنا كنسبوه للمغرب. وحنا كنقولوا بأن هذا النجاح ماشي خاص غير بالمنتخبات الوطنيه، فخاص حتى بالبطوله الوطنيه المغربيه. فالبطوله الوطنيه المغربيه عرفت واحد التنافسيه ومستوى عالي بين الفرق المغربيه واهداف خياليه، اخرها هو هدف لاعب المغرب الفاسي ادريس الجبالي في مرمى الوداد. هذا الهدف اللي دخل لمنصه بوسكاش ومصنف يفوز بجائزه بوسكاش العالميه. في هذا الفيديو غنشوفوا انبهار الاعلام المصري بهذا الهدف وبمستوى البطوله المغربيه. خليكم مع الفيديو ثم نلتقي في اخر الفيديو. هذا العصفور الطاقة العبقرية. الماتش ده فيه توقيفة على رجل من لاعب من لعيبة المغرب مرعبة. الفرقة ديت عندها مهارة مرعبة أن تشاهد. على فكرة الفيفا عملت فيديو للجون ده وبالبطيء وبالاوتوميشن وبالانيميشن والفراكتيشن وكل ايشن. بص شوف الكرة رايحة فين، بص شوف الكرة رايحة فين. مش ممكن، دي مش فطيرة سجق واحدة، ده 4 فطاير سجق عليها بيض من فوق، ياكل وينبسط ويتدلع ويقول انا جايب جون عالمي. عالمي يا ابني، انترناسيونالي، فظيع. اللي صار البارح في مباراة الوداد والمغرب الفاسي في البطولة المغربية حاجة من وراء الخيال تماما. دوري المغرب يا عام سنين هو بريمير ليج. انتصار في دقيقة 80 المغرب الفاسي بفضل المدافع ادريس الجبلي بهدف مش عاد، هدف ولا اروع. اعمل ابوني لتيم باش ما يفوتك حتى شيء جديد، وتابعني تبع الدوريات العربية والعالمية. فسر كيفاش مدافع ينجم ياخذ قرار يسجل هدف خرافي بالطريقة هذه، خرافي بالطريقة اللي قاعدين نشوفوا فيها. مدافع المغرب الفاسي في دقيقة 80 يقرر انه يسدد بالطريقة هذيك ويجيب هدف عالمي ضد الوداد بدقيقة 80. انتصار المغرب الفاسي يخلي المغرب الفاسي ياخذ المركز الاول. وعلى فكرة شوفوا معايا ترتيب الدوري المغربي، 5 نقاط فارق بين الاول للمركز الخامس. نهضة بركان نقص مباراة يعني كان ينتصر، ولي فارق نقطتين فقط بين المغرب الفاسي الجيش الملكي الرجاء والوداد وبركان. الدوري المغربي مولع على عام هذا. انا شاهدت الهدف يمكن 8 مرات 9 مرات. هدف يجمع المهارة والشجاعة والقرار والنظرة والاستباقية. هدف جميل من إدريس الجبلي. واش في اخباركم بان هدف مغربي طلب 20 مليون مشاهده غير في ساعات قليله، وخلى العالم كامل كيتكلم على لقطه وحده؟ الحديث هنا على ادريس الجبلي لاعب المغرب الفاسي اللي صنع واحد اللقطه ماشي عاديه، بل نقدروا نقولوا عليها مشهد فني ممتع. الهدف انتشر بسرعه فائقه، وحتى صحيفه 433 اللي معروفه بكره القدم اللي عندها 77 مليون متابع حتى هما نشروا الهدف ولا ترند عالمي. الجبلي صدمنا باللمسه والسرعه والذكاء في التنفيذ. لحظه واحده كانت كافيه باش العالم كامل يوقف ويشوف شنو واقع في البطوله المغربيه. الحمد لله الكره المغربيه ما بقاتش غير محليه فقط، ولات كتخلق الحدث وكتخلي العالم كامل يتكلم عليها. انا عارف بان البطوله المغربيه هربت بسنوات ضوئيه على قارة افريقيا، وهربت عليها من كل ناحية، من ملاعب عالمية ومن جمهور عاشق لكرة القدم. امام الاهداف البطولة الوطنية المغربية فرع العالم كامل ولا كيتكلم عليها.
ولكن موجود واحد السؤال لكم نتوما وكنتمنى منكم تجاوبونا عليه في التعليق. واش كاين شي هدف اللي تماركا في 2026 يقدر يحيد البوشكاش من الجبلي؟ هدف عالمي في الدوري المغربي. تخيلوا اللي جاب الهدف ده مدافع قلب الدفاع. دي مهارات المدافع. امال المهاجم عامل ازاي؟ ده ادريس الجبلي اللي سجل هدف عالمي في مرمى الوداد المغربي وتصدر الدوري المغربي. الوداد بيقدم مستويات سيئه، ربنا معاهم ان شاء الله الفتره اللي جايه ويقدموا مستويات كويسه. عايز اقول لكم بس شويه حاجات مهمه جدا. ده مدافع سجل هدف بوشكاشي. بالمناسبه لم يحصل اي هدف مغربي من قبل على جائزه بوشكاش في كره القدم. نتمنى ان احنا نشوف الهدف ده يحصل على جائزه بوشكاش حتى لو لمست المدافع وغيرت اتجاهها. هو قرار عظيم في الدقيقه 80 والراجل سايب مكانه وبيهاجم. الهدف تفاصيله عظيمه. بالمناسبه زيزو عندنا في مصر بيعمل درجن وبيرفع الكوره. لما بيرفع الكوره وبيجي منها جون بيقولوا هدف عالمي وهدف اسطوري، وبننزل نعمل احتفالات في الشوارع. ولما لا ندي الناس اجازه رسميه تاني يوم احتفالا بهدف الاسطوره زيزو اللي بياخد 100 مليون جنيه بلبل. 100 مليون بلبل يستحي ما يعرفش اصلا يجيب هدف زي ده. والله العظيم ياخد 100 مليون جنيه. ده غير شويه امتيازات اللي عايزين نقوله في الموضوع. سؤال مهم جدا: هل الكره المغربيه اليوم افضل من الكره المصريه؟ الاجابه ليك. انا بسالك سؤال انت جاوب عليها. انا خلاص اتكلمت على الهدف. اللذيذ بقى في الموضوع الجميل في الموضوع، احنا عندنا في مصر مين هياخد الدوري؟ الاهلي. السنه اللي بعديها الاهلي. كل سنه الاهلي. الزمالك اللي مش لاقي ياكل خالص ومدي اللعيبه النهارده كل واحد 200 دولار مكافاه. 200 دولار يا عيني. الاهلي هو بياخد الدوري كل سنه. 10 سنين ممكن الزمالك ياخد الدوري مره واحده دوري، يعني لو هم وافقوا، الجماعه وافقوا. الدوري المغربي الان بينافس عليه 6 فرق. 6 فرق بتنافس على الدوري المغربي، واحنا عندنا القيامه هتقوم عشان الاهلي اتظلم في كوره وبيراميدز نادي اماراتي والزمالك مش لاقي ياكل. حبيت بس ابين ازاي الناس عندها فرق قويه. ده النهارده بيلعب وده بيكسب وده اللي يكسب مش فارقه معاهم. احنا عندنا بس لازم الاهلي ياخد الدوري عشان مصر تبقى مبسوطه والدنيا تبقى كويسه. ده الدوري المغربي وهدف مغربي في الدوري المغربي. اعتقد يستحق اللايك والشير. وجهة نظر في الكومنتات وفولو مهم جدا ومتابعه لو انت اول مره تشوفني. سلام. فكما شفتوا اخواني اخواتي، فالنجاح ديال الكره المغربيه متواصل رغم حسد الحاسدين وحقد الحاقدين. وهاد الناس هادو اللي كيحسدونا انا كنقول لهم سيروا خدموا على راسكم وديروا مركز التكوين وبداو بالفئات الصغرى حسن ما تبقاو حاضيننا. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. كنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو وديروا لايك وشكرا لكم.